تركب فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير. كنا لازم نعمل الأكلة دي قبل رمضان كده عشان نودع الشتاء كمان ونعملها قبل رمضان. أولا ولادي بيحبوها والود والدم ياكلوها كل يوم. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، وكمان هنعمل حاجة حلوة، وكمان هتظهر معانا النهاردة أعز صحابي، ربنا يخليها لي يا رب، وبقيت حبايبي كلهم، ربنا يعود علينا وعليهم وعليكم جميعا الأيام بخير يا رب. هنعمل شوية نلم الخضار اللي في التلاجة كده اللي باقي ونعمل منه احلى شوية شوربة عدس. هنجيب بصل وطماطم وفلفل وتوم وبطاطساية كم طماطمية كده كبار، وبطاطساية صغيرة، وبصلتين 3 ومعلقة كبيرة كده من التوم المهروس، وبعدين وكم جزرايه كده، يعني كتري طماطم وجزر وبلاش تستخسري بجد، حطي طماطم وجزر كتير. انا بقول لاختي انا عاوزه اكل عدس زي اللي انت بتعمليه، تقول لي خلاص كتري طماطم وجزر، اقول لها كده كتير قوي، تقول لي حطي بس مالكيش دعوه طالما عاوزه زي اللي انا بعمله. ربنا يبارك لها، طبعا هي مثل الاعلى في كل حاجه حلوه في حياتي، ربنا يخليها لي يا رب. مكعب ماجي عفوا، وحوالي ربع كيلو، ربع وتمن كده من العدس، وعليهم بقى كام كوباية مية كده عشان الخضار بتاعي ده كله كده يستوي. عاوز اقولك وانا بحط المية السخنة الريحة بتاعت التوم بقى والحاجات دي طلعت عليا والله. الموضوع بسيط وسهل، وكمان في مواد غذائية حلوة قوي للعيال، في قصد غذائي يعني للعيال وكده، كله خضار وكده. تعال بقى نعمل حاجة حلوة اللي انا بقول لكم عليها، نعمل جلاش. غالبا مش اول مرة نعمله، الجلاش اصلا كان رخم معايا، كان مش طري، ما كان متخزن مش كويس، يعني طريقه التخزين بتاعته كانت سيئه معايا. كده كام قطعه من الزبده او شويه سمنه زبده، انا حطيت سمنه بلدي على زبده على زيت. وبعدين معايا جلاش، ومعايا صينيه، نعمل صينيتين 2 جلاش. مش عشان الجلاش بتاعنا متكسر مش هنعرف نعمله، ده احنا هنعمله كمان. هات الصينيه بتاعتك وزينيها كده بالسمنه والزيت بتاعك اللي انت هتحطيه، وبعدين تعال نشوف هنعمله ازاي، وهنعمله هي ترى يطلع حلو ولا لا. قبل ما انسى اقول لكم على الشربات، لان الشربات ما كنتش مصوراه، كنتش اعرف اصلا انا هصور في اليوم ده. حطيت 2 كوباية سكر على 1 كوباية ميه، 2 كوباية سكر على 1 كوباية ميه، عشان يطلع ناشف وزي الفل كده زي قلوبكم. طبعا الجلاش زي ما انتم شايفينه هنحاول نعالجه بجميع بشتى الطرق، يعني انا غالبا بحب اعمله اللي هو ملفوف رول ده، بس عشان هو مش حلو معايا فانا مش هعرف اعمله، بس في الاخر هلاقي شويه كده مظبوطين هظبطهم برضو، هعملهم ما يبقوا زي الفل. الصينيه دي مش هتبقى بتاعتي، تبقى بتاعت نصيبها. وما بين كل رقه ورقه بدهن سمنه كده او ماده دهنيه بتاعتي. انا قلت لكم انا حاطه زيت وسمنه بلدي وزبده، ورقه زي ما انتم شايفين كده، وبايدي وبحاول اظبطها، ولو في ورقه مكسوره ولا حاجه ولا مقطوعه بحاول اهيئها على اللي قدامها بحيث ان كله يبقى سمك واحد كله سمك واحد بس. كنت وصلت مع الفيديو لحد هنا. كل سنه وانت طيبه، ربنا يسعد قلبك ويفرحك بحاجه تتمنيها ان شاء الله، وكل حاجه وصحابي كمان، خاصه اصحابي اللي بحبهم واخواتي وكل حد في حياتي، ربنا يخليكم ليا، كل حد كويس في حياتي ربنا يخليكم ليا، ودايما ربنا يبعد عنا الناس الوحشه ويقربنا من الناس الحلوه. من بني ادم مش بيبقى منه خالص غير سيرته الطيبه، ايا كان بقى طيبه مش طيبه، هي دي اللي بتتبقى منه. كل حاجه خلاف كده، كل حاجه بعد كده بتروح عند رب، بتندفن في التراب بقى. حطيت بقى المكسرات بتاعتي، وغالبا ممكن تحشيه قشطه كدابه، بس انا مرضتش عشان مش عارفه اصلا هي كانت بتحبها ولا لا، هي بتحبها ولا لا، هبقى اسالها والمره الجايه اعمل لها تاني، لان انا هي حبيبتي يعني يعني عينيا الاتنين، لو طلبت عينيا والله اديها لها. هكمل بقى الرقه التانية، هحط حوالي نص كيلو في الصينيه بتاعتي دي اهو، ما بين كل رقه ورقه حته جلاشه يعني، والمقطوعه بحاول اهيئها بحيث ان هي تطلع مظبوطه معايا، هتطلع معايا احلى صينيه جلاش زي الفل. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اخلصها بقى كده كلها زي ما انتم شايفينها، وبعدين هقطعها، قطعتها،
وبعدين بقى تعالوا نروح نشوف العدس بتاعنا عامل ازاي. عامل ايه؟ هو لونه فاتح بس لسه بقى ما انضربش وما اتظبطش يعني، هينظبط دلوقتي. بصوا بوريكم ان هو استوى خالص اهو، كله مستوي. انا غبية راح اجيب الطماطمايه، طب ما اجيب حاجه من الجامده. ممكن اكون اسيبه شويه كمان وبعدين بقى ايه اروح اكمل الجلاش التاني. دي الحبه اللي انا بقول لكم لقيتهم حلوين. غالبا الصينيه التانية دي انا غالبا هعملها ساده، لان لا انا ولا ولادي بنحبه محشي حاجه، احنا بنحبه ساده خالص كده. فانا هعمل كام واحده كده بحيث ان انا برضو كنت احطهم على وش الصينيه التانية، وبعدين هعمل الباقي ساده. الصينيه هي انا هدهنها، والصينيه دي بتاخد نص كيلو برضو بالظبط، رول نص كيلو رول يعني اللي هو زي ده كده. اليوم ده غالبا احنا كنا يوم خميس، كنا رحنا المقابر لحماية وبعدين جينا كده يعني. الله يرحمه يا رب يغفر له ويجعل مأوى الجنة، هو وامي وابويا وكل المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اهو حاولت بقى يعني احاول اظبطه كده زي ما انتم شايفين اهون، وبعدين بقى قطعته اهو. حلو الجيش بيقولك اتصرف يعني. احط برضو كده بقى ده من غير ولا ماده دهنيه خالص جوه خالص، ما فيش ماده دهنيه جوه. فاحط بقى الماده الدهنيه بتاعته من فوق. وعاوزه اقولك ان انت ممكن تسقيه كوبايه لبن بشعر بيكنج باودر وشعر فانيليا برضو، ممكن تسقيه كده. بس انا ما جربتوش، نسيت اصلا يعني. بس ان شاء الله المره الجايه اجربه، بحيث ان هو من يخش فيه من جوه كده ويستوي كويس يعني. في الوقت ده بقى انا ولعت الفرن بتاعي، ما تولعيش الشروق اللي فوق خالص، ولع الفرن من تحت وما تحطوش على الارضيه وما تعلوش قوي، عشان الجلاش يخش السمنه تخش جواه كده ويستوي من جوه ويكون زي الفل. انا حطيته في الفرن. وتعال بقى نضرب العدس بتاعنا اهو بالهاند بلندر او بالخلاط او اي حاجه اللي انتوا عاوزينه. انا بصراحه عملته بالهاند بلندر وصفيته، غالبا صفيته. مش هيطلع معايا حاجات كتير، بس هو محتاج بس طول بال شويه بالهاند بلندر يعني اهو. كده ما حطيتش اي توابل خالص غير اللي هو البتاع ده، المكعبات. هنعمه خالص خالص لحد ما يبقى معايا كريمي، وبعدين بقى هنقله واصفيه في حله تانية، اصفيه وانقله في حله تانية يعني. وانا بعمل اول ضربتين قمت جايه عايصه الحيطه وعايصه كل حاجه حواليا بس عادي سهله يعني. هنجيب بقى حله اكبر عشان لسه هنحط عليها شعريه، هنعمله بشعريه انا ولادي بيحبوا كده وبالمصفى. وهنزل بقى ايه حبه حبه كده وبمعلقه او باي حاجه واسلك يعني. البتاعه دي حلوه جدا في التصفيه على فكره، اللي هي المضرب اليدوي ده، تحس ان هو رفيع كده وبيخش في كل الاخرام بتاعه المصفى. بصوا هو فعلا كان سهل معايا في اي عصير او في اي حاجه زي كده بستعملها بتبقى حلو. مضرب البيض اليدوي ده اهو كده. همصمص الحله بشويه ميه وهجيبها برضو. وبعدين هنروح بقى على البوتاجاز. بصوا مطلع حاجه بسيطه خالص اللي هو من بذر الطماطم اصلا. هنروح بقى على البوتاجاز. العدس بتاعي لونه حلو قوي، لونه حلو قوي قوي بجد. شابوه لاختي، ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه ويخليها لنا ودايما نتعلم منها كل حاجه حلوه. اخواتي حبايبي ربنا يخليكم لي. هنروح بقى نعمل العيش بتاع الفته عشان احنا بنحبه فته برضو. احنا بنكون عاملين عيش فلاحي اللي هو بيكون في المكنه وكده، بيكون ناشف، فبنقوم جاي مكسرينه على طول وعاملينه. فاحنا بصراحه من يوم ما الدقيق غلي بقى ب20 جنيه ما قعدناش بنغمس كتير يعني، فغالبا بقينا بنعمل عيش من ده. فبنجيب العيش اللي هو العادي ده وبنقوم جايين مقطعينه كده زي ما انتوا شايفينه. قطعيه بايدك، قطعيه بالمقص اللي انت شايفاه يعني، بس بالمقص طبعا بيديكي شكل احلى يعني. وتقومي جايه مقطعاه كده وحطاه في قلب الصينيه وفي الفرن 5 دقايق بالظبط. وبيكون عيلي اصلا بياكلوه حفل ما انا بخلص بحوشه منهم بالعافيه عشان اعمل الصينيه اللي انا عاوزاها. بصوا اهو بقوم جايه بقى محدقاه يعني، حاطه له معلقه سمنه بلدي كده او معلقه زيت. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اهو عملت الكميه اللي انا عاوزاها وبعمل بزياده عشان يعني بياكلوه فعلا. هحط بقى نقطه زيت او معلقه سمنه بلدي كده
وبعدين احط عليه شوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل اسود، شعرة بس كده بسيطة. ان هي بص، وممكن تقليه في الزيت على فكرة، بس الزيت بيسحب زيت كتير جدا، بيكون تقيل. فعشان كده في الفرن افضل يعني، معلقة زيت واحدة بتخليه زي الفل. وخلي بالك عشان ما يتحرقش منك يعني، عشان هو دايما بيعمل معايا الموقف ده. احطه بقى على الفرن، من يعني الفرن في النص كده، على فرن اوسط كده، واقوم جايه مدخلاه. طبعا كده الفرن كان مولع على الجلاش، فعشان كده حطيته وراه على طول. كده الجلاش بتاعي طلع كان سخن والسرم بتاعي بارد. السرم تقيل، الجلاش بيحب السرم تقيل عشان يطلع ناشف معاكي كده وحلو. اول صينيه بصراحه طلع لونها زي الفل، لونها جميل، بألف انا وشفا. حاجه من الحاجات دي يا جماعه والله العظيم قرف يعني. في ساعات حد يطلب منك حاجه تروحي تعمليها، لا ربنا مسهلها لك كده وتطلع معاكي حلو. وساعات تبقي بتتمني ان هي تطلع حلوه وبتتحايلي على الحاجه ان هي تطلع حلوه، وما يطلع لهاش نصيب ان هي تبقى حلوه. فكانت اختي تقول لك الحاجات دي قرف. هنيجي بقى في طاسه وعليها معلقتين سمنه كده، وهنزل بكميه الشعريه دي، حبه سمنه على زيت على زبده كانوا باقيين معايا. خلي بالك عشان الزبده كمان بتتلسع بسرعه. هنزل بقى بشوية شعرية، بس الشعرية دي كان نوعها سيء، تخينة، بتقوم جاية فشة بقى يعني، نفشة كده في قلب الشوربة بتاعتي، فاهمين قصدي. حطيت كوباية من الشعرية وهقلبها وحمرها كده كأني بعمل رز يعني. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اهو بقى لونها كده زي جولد كده زي ما انتم شايفين اهو. هروح بقى نازله عليها في قلب العدس بتاعي. اللهم اجدني من النار يا رب العالمين. خلي بالكم عشان بتقوم جاي عامل بخار مره واحده، لو انت قريبه لا قدر الله ممكن تتلسعي. كل ده بقى لسه محطناش توابل ولا حطينا اي حاجه. تعال نشوف بقى نحط ايه. انا كده اهم حاجه المعلقتين زبده اللي احنا حطيناهم، دي معلقه سمنه بلدي كمان. وبعدين بقى هنبهر ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وشطه لو انت عاوزه. ما انتش انا بصراحه بموت في العدس بشطه، بس ولادي بقى الله يسامحهم هم اللي بيقدروني في الحاجات اللي زي كده. اهو وقلبتها بقى وسبتها مع نفسها. خلي بالك عشان بيلزق في القعر بتاع الحله من تحت. وعلى فكره زودي ميه عشان لسه كده الشوربه الشعريه هتنفش من تحت، هيخلي العدس قليل يعني. حدقي بالحدق اللي انت عاوزاه، وبعدين زودي عليه كوبايه شفشق ميه او كوبايتين ميه كبار، وسيبيه بقى مع نفسه كده، وهتطلع معاكي احلى شويه عدس يعني ممكن تاكلهم في حياتك. يا جماعه اللي ما بيحبش العدس ده فايته كتير جدا والله. انا بص العيش بتاعي كل ده كان في الفرن بقى على في الوسط كده. كل شويه كنت بطلعه اقلبه، كل شويه لحقته على اخر لحظه ان هو كان هينحرق مني. حطيه بقى في الهواء دقيقتين اتنين هتلاقيه اتكسر معاكي بقى كده وبقى زي الفل. والله ولادي كانوا بيخشوا لي بالطبق يطلعوا بالطبق، يخشوا بالطبق كانه شيبس. وافيد كمان من الاصلح من اللي بيتقلى في الزيت. ودي الصينيه التانية، محدش يتريق عليها يا جماعه يعني. بقول لكم لازم الجيش بيقولك الصرف. حماتي كانت دايما تقولك الغزاله بتغزل برجل حمار. الله يمسها بالخير بقى. امثال زمان دي. الجلاش بتاعي جميل، انا موديالها ودي كده مفتوحه منها، متاخده منها. كنت بدوقه لازم ادوقه امال ايه. وده اول طبق شوربه كده غرفته من العدس بتاعي، بس ما كانش لنا، كان لنا صاحب نصيبه. وبقى ايه قال يعني ده بقى اللي هيخلي الطبق جميل. بصراحة الحاجات البسيطة دي فعلا بتخلي الطبق جميل يعني. حطيت لهم شوية عيش كمان، وده كده كان صاحب نصيبه يعني. ويلا بقى نعمل الفتة بتاعتنا. العيش زي الفل جنبي وكل حاجة جنبي. انا قطعت بصلاية وعود خضار وليمونتين ومش عارف ايه، عشان احنا بنحب الشوربة بليمون والكلام ده كله. في ناس ممكن بتخلي العدس ده شوربة بس، ومش بتحط نهائي الشعرية ولا رز ولا كلام من ده. وفي ناس بتعمل الاتنين يعني. انا بقى اجيب شوية عيش من اللي انا حمصتهم كده،
حطهم في الطبق بتاعي او البولة بتاعتي اللي انا هعمل فيها الفتة بتاعتي يعني. وبعدين طبعا لازم العدس يكون سخن معايا كده ومغلي. هنزل بقى بكام كبشة كده لحد ما اخلي العيش بتاعي يظبط، مش هخليه يعني طري قوي ولا هخليه ناشف قوي، في قرمشة بسيطة برضو كده مع الحدق بتاعه بقى بيخليهولك في حتة تانية بصراحة. اهو نزلت عليه بكام كبشة كده اهو كده مش مكترة يعني، لان احنا مفيش الا انا وعيد انا وبنات الصغيرين بس، فعشان كده مش مكترة كتير يعني. تحت بقى كنا بنعمل كمية كبيرة بصراحة لما كنا في العيلة يعني. زيني بقى بأي كان شكل انت عاوزاه. الإضاءة عندي والله زي الزفت، مع ان والله كام لمضة شغالة بس الإضاءة صفرة كده رخمة. زينته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقدمته لبناتي مع طبقين شوربة وحتة مخللة ومش عارفة ايه وعيش للي عاوز زيادة والحمد لله فضل ونعمة على كل حاجة حلوة. وده كان المنظر بتاعي بتاع العدس بتاعي، وطبق شوربة بقى كده زي الفل، ودي الشوربة اللي باقية معايا، والجلاش طبعا ما تنسوهوش. وكده كان اليوم بتاعي خلص. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.